تخيلوا معايا رئيس فريق يكون مريح في المكتب نتاعو، صفقات بالمليارات في مكتب فخم، ظهور على مستوى المؤتمرات، هتافات من طرف الأنصار، وفجأة يلقى نفسه تحت طائلة التحقيقات وملفات واستدعاءات. هذا الوضع راح يعيشه عديد رؤساء الأندية الجزائرية، ممكن واحد ممكن اثنين في الأيام القليلة المقبلة. القضية اليوم ما أصبحتش خسارة أو تعادل أو فوز في مباراة، وإنما قضية على مستوى أروقة العدالة. الكلام راح يكون على تبديد المال العام، نعم، على مستوى تبديد المال العام بالنسبة لأندية، خاصة الأندية اللي تملك شركات، وهي أندية المحترف الأول. أكثر من 8 فرق عندها هي ملك لأندية لشركات عمومية. واليوم بعد ما كانت الرواتب بالعملات الصعبة ورواتب ضخمة وبالمليارات، راح تكون على مستوى التحقيق كما كان على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وشاهدنا بالسجن لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق خير الدين زتشي، بالإضافة لشرف الدين عمارة. نتمنى من الله عز وجل أنه يفك سراحهم وسراح جميع المسجونين. لكن هذا نفس السيناريو يعيشوه الأندية. أنا مش كلام تاعي، هو كلام اللي خرج به زميل من سعود علال في موقع وين وين. قال إنه مصادر مطلعة راح تتحدث على تحقيقات فيما يخص تبديد المال العام على مستوى أندية المحترف الأول، اللي تخص أندية اللي هي ملك لشركات عمومية. يعني كيف يتم التكييف القانوني. لكن اليوم بصراحة، هل اليوم رؤساء الأندية هم اللي حيتحملوا المسؤولية إذا كانت فيه بعض الصفقات، ولا يتحملوها المحيط والإدارة؟ ممكن هو يكون ضحية، ولا هو ضحية لمنظومة كاملة. اليوم رئيس النادي عنده ضغط جماهيري، عنده الأموال موجودة، يقول له امشي سنيي، خير لي لاعبين الملاح وفق المارشي اللي راهو موجود، يخير اللاعبين، ممكن يجيب صفقات، يستضيف أو يمضي مع لاعب أو اثنين بصفقات عالية وفق ما هو موجود في السوق الجزائرية اللي ما راهيش واضحة، مع التعامل مع المناجرة. ممكن يكون ضحية، لكن في الجهة المقابل واحد آخر يقول لي لا ما راهوش ضحية رئيس النادي هذا، لأنه هو أيضا حط نفسه تحت رحمة مناجرة اللي هما الكثير منهم حاكمين في دواليب استخدام اللاعبين والمدربين، ويحتموا عليه يجيب اللاعب فلاني واللاعب العلاني، وسواء عنده مستوى ولا ما عندوش، ولا لعب مباريات ولا ما لعبش، سواء يقدم إضافة ولا ما يقدمش، والرئيس يمشي معاه ويمضي له بالعقد اللي يحبه. وحتى يكون بعض الرؤساء ربما حتى يستفادوا من هذه القيمة المالية، ويتعاملوا مع مراجع معينين فقط، وما عندوش على مستوى الإدارة، وما فيش لجنة استخدامات واضحة كل مرة يتم تغييرها ولا استحداثها لفترة معينة. وعدم الاستقرار هذا هو اللي يخلق فوضى. نقولوا أنه رئيس النادي هو أيضا يتحمل المسؤولية. لكن الغريب في الأمر، هل الحل هو في التحقيقات مليحة، لكن هل في الحل في مشكل كرة القدم لما يكون الزج الأشخاص على مستوى السجن؟ من الناحية القانونية تبديد المال العام هو السجن، لكن على مستوى الرياضي هل هو حل من الحلول؟ لأنه لما واحد يدخل للسجن اللي بعده راح يخاف، لازم يكون محمي من الناحية القانونية، يكون محمي من أي ناحية، تكون عنده القوانين واضحة، تكون منظومة كرة القدم الجزائرية واضحة ومحمية، مش سوق سوداء امشي كل واحد يجبد بجذافه، وبعدها الضغط الجماهيري، وبعدها يكون المناجرة وما فيش أمور واضحة، ويمشي ويكون تغييرات وما يكونش فيها استقرار على مستوى الإدارة، وما فيش استقرار على مستوى اللاعبين، وما يكونش حتى استقرار على مستوى المدراء للشركات المالكة. كل هذه الأمور راح تخلينا راح نعيشوا أيام عصيبة، والتحقيقات اللي قلت لكم ربما راح تأتي بالسجن لكثير من رؤساء الأندية، واحد ولا اثنين، لأنه ممكن راح تطيح بمسؤولين في أعلى هرم لكرة القدم الجزائرية. إذن هو زلزال إداري ربما غير مسبوق ما عاشتوش كرة القدم الجزائرية، أما أنه ربما تكون فقط عاصفة إعلامية اللي ممكن ستنتهي بلا نتائج. لهذا اليوم إذا قلنا تهديد
رؤساء الأندية بالسجن، هل سيخدم كرة القدم الجزائرية؟ وهل تحقيق في الفساد أيضا سيخدم كرة القدم الجزائرية؟ لأنه الدوري اليوم الجزائري فيه وعليه، فيه مباريات مليحة عشناها، وفيه مباريات ما عندها حتى مستوى، وفيه لاعبين يتواجدوا في القسم الأول ويتقاضوا أموال كبيرة، ما فيش لاعب واحد مع المنتخب الوطني الأول. يعني كل هذه الأمور ربما راح تخلينا نعيشوها في الأيام القليلة المقبلة مثل ما جاء في المقال لزميل مسعود علال. لكن هل أنتم كأنصار ومتابعين هل ترى أن التحقيقات هذه مليحة باش يكون خوف ويكون فيها العمل بنزاهة، أم أنه كثير ربما من رؤساء الأندية راح يكونوا ضحية لمنظومة كرة قدم فاسدة في الكثير من المجالات، ليس على مستوى صفقات اللاعبين وفقط، وإنما على مستوى كثير وكبير يتعلق بالجانب الإعلامي، ويتعلق بالجانب الترويجي، ويتعلق أيضا بعملية بيع التذاكر، وأيضا استخدامات اللاعبين وتحقيق النتائج والفوز في المباريات أو التعادل أو الخسارة ولا التحضيرات، وغياب نظرة شاملة وكاملة. وفي كل مرة نغيروا في نظام المنافسة، وفي كل مرة نعاودوا نحو كما الموسم اللي فات نحينا صنف الأمان وضيعنا كرة القدم بالنسبة للشباب. غياب اتحادية لتطوير كرة القدم الجزائرية، وغياب نظرة واضحة لتطوير كرة القدم المحلية. وبعدها طبعا أكيد راح يكون فيها ضحايا لرؤساء أندية، لكن كما قلت لكم حتى هم ربما يتحملوا جزء من المسؤولية. ماذا بيا في تعليقات تاعكم تعطونا آراءكم في هذا الخبر بفتح تحقيقات على مستوى تبديد المال العام لأندية المحترف الأول.